النهارده إن شاء الله هنتكلم عن صلة الرحم. صلة الرحم حاجة جميلة جدا جدا جدا، بتخلي حياتنا أجمل لما بنتعامل فيها وبنكون بنأديها زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجات الجميلة اللي خاصة بصلة الرحم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة إن هم يبقوا عندهم إيثار في صلة الرحم. لازم يبقى حابب صلة الرحم، لازم يحب كل شيء من والده أو والدته، يحب أخوه، يحب أخته، يحب خاله، يحب عمه، يحب خالته، يحب عمته، يصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب خاله لدرجة إن هو افتداه بأبويه. إزاي الكلام ده؟ في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الكنانة. الكنانة دي عبارة عن حقيبة فيها أسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع السهم ويديه لسيدنا سعد ويقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان سيدنا سعد ياخد السهم ويرميه ولا يخطئ. سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه بقى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي يا سعد. لم يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بأبويه سوى سعد. منقبة اللي بيحب خاله مش هيبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أشهد أني كنت أحب خالي، والله أشهد أنه كان من الصالحين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في جنات الفردوس، لأنه كان نعم خالي، وكنت أصل رحمه فيه ويصل رحمه فيه. الله أسأل أن يرحم جميع موتانا. ومن الخصال الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ساعة فتح مكة إيه بقى؟ رحم أهل مكة. قبل فتح مكة كان الكفار أو أهل قريش بيعذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه هو والمهاجرين واستولى على أموالهم إلى آخره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة إيه اللي حصل بقى؟ حاجة جميلة جدا. إيه اللي حصل؟ في سنة 8 هجريا يوم 20 رمضان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة لما أهل قريش نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقى في صلح بينهم اسمه صلح الحديبية. فلما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش عشان يفتح مكة. وكان الجيش في الوقت ده قوامه أو عدده 10,000 مقاتل. ومن الحاجات الجميلة إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كانت الناس كلها عندها يقين النبي صلى الله عليه وسلم هيروح ينتقم من قريش، لأن ده طبيعي، هم أهانوه وعذبوه وطردوه، فطبيعي إنه لما يفتح مكة ينتقم. فلما فتح مكة بدون قطرة دم واحدة وبدون قتال وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وقال لهم إيه؟ ماذا أنتم تدرون أني فاعل بكم؟ أنتوا يعني بتفكروا في إيه إن أنا أعمل فيكم يعني بعد اللي حصل دوت وأنا فتحت مكة؟ إيه اللي ممكن تتخيلوه؟ المشهد كان بالنسبة لهم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتح منتصر قوي في الوقت ده. قريش يعني هو بيقول له ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فكان الرد من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني إحنا منك. وكانوا بيلتمسوا إن هم يعفوا عنهم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عملش معاهم زي ما هو عملوا معاه، عاملهم بأخلاقه اللي ربنا سبحانه وتعالى ربى بيها. فقال لهم إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. صلة الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. احنا في أيام مباركة، أيام جميلة، أولى بينا إن احنا نصل رحمنا. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وثالث حاجة عتق من النار. خلي الأيام الطيبة المباركة دي تكون سبب رئيسي في إن أنت تراجع حساباتك وسامح. كتير مننا ممكن يكون زعلان من أهله. العبرة في اللي أنا بقوله إن إحنا نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نسامح. كتير مننا ممكن يكون يتأذى من ناس قريبين مننا، بس إحنا هنسامح لوجه الله علشان نشيل أي نوع من أنواع الكره من قلوبنا ابتغاء مرضات الله بس، من غير أي حاجة. أنت بتسامح عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، والعافين عن الناس. اعف واصفح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو يقدر إنه هو ينتقم بعد إيذاء قريش ليه، أبو جهل وأبو لهب وزوجته وقريش ودار الندوة اللي اجتمعوا فيها عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد وأكادوا ليه. وكان في نوع من أنواع المكيدة الواضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه انتقام. ده النبي الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الهين اللين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنتعلم من مدرسة النبوة ان احنا نسامح. انا عارف ان ممكن يكون كلام شديد على بعض الناس، بس حاول انت تجبر نفسك كده وتقول يا رب انا بعملها ابتغاء مرضات الله. صدقني حقيقي والله هتلاقي نفسك مرتاح. سامح لوجه الله حتى لو بالسلام. سامح، ما تخليش في قلبك في يوم من الايام بعض الشيء من حد من قرايبك، من باب ان انت تصل رحمك. صل رحمك بعد وفاة أبوك وأمك، صل رحمك وأبوك وأمك عايشين، لأن صلة الرحم معلقة بعرش الرحمة. آخر كلام نقدر نقوله إن إحنا بنتعلم من مدرسة النبوة كتير أوي، وصلة الرحم درس جميل أوي. دمتم في معية الله.